من جبال سوريا لأميرة الطرب اللي اختفت في عز شهرتها، أسمهان، حكاية الأميرة اللي غنت وماتت في لغز. تفتكر إن أميرة سوريا كانت هتبقى أسطورة في الغنى العربي؟ وحياتها كانت مليانة أسرار سياسية وعلاقات غامضة ونهاية مأساوية لحد النهاردة لسه مش مفهومة. في الحلقة دي هتغير كل اللي تعرفه عن صوت أسمهان. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار مشاهير العرب. أسمهان الاسم الحقيقي أمال الأطرش، اتولدت سنة 1912 في جبل الدروز في سوريا. عاشت في مصر من وهي صغيرة وبدأت تغني وهي طفلة، واتقال عليها إنها خليفة أم كلثوم. بس حياتها ما كانتش ناعمة زي صوتها، فيها سياسة، جواسيس، حب، خيانة، وموت فجأة في عز شبابها. أسمهان اتولدت لعيلة درزية أرستقراطية، وأخوها فريد الأطرش كان برضه فنان معروف. من صغرها وهي بتغني، وابتدت شهرتها من حفلات صغيرة في القاهرة. صوتها كان مختلف، في شجن وقوة وأصالة كمان. أول ظهور سينمائي ليها كان سنة 1941 في فيلم انتصار الشباب مع فريد الأطرش، وده خلى كل الدنيا تتكلم عن أسمهان. وبعد كده عملت فيلم غرام وانتقام اللي للأسف ما كملتش تصويره بسبب وفاتها. رغم ان مشوارها الفني كان قصير، لكن أسمهان سابت وراها بصمة مش ممكن تتنسي ابدا. غنت حوالي 30 اغنية بس، زي ليالي الانس في فيينا، يا حبيبي تعالى الحقني، امتى هتعرف انا اللي استاهل. لحن لها نجوم كبار زي رياض السنباطي ومحمد الكسوبجي، واخوها فريد الأطرش عملوا لها الحان مخصوصة بصوتها العالي والواضح اللي كان بيوصل للقلب على طول. أسمهان اتقال انها اشتغلت في المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية عشان تقنع الدروز بعدم الوقوف مع المانيا، وفي كلام انها كانت حلقة وصل بين الفرنسيين والانجليز. اتجوزت الامير حسن الأطرش وعاشت معاه في سوريا، لكن ما استحملتش الحياه هناك ورجعت القاهره واتطلقت. كان في غيره فنيه بينها وبين ام كلثوم. اتقال ان ام كلثوم ما كانتش بتحب شهره أسمهان، خصوصا بعد ما قالوا انها ممكن تاخد مكانها. في 14 يوليو سنه 1944 أسمهان ماتت وهي عندها 32 سنه بس، لما عربيتها وقعت في ترعه الساحل بين القاهره وراس البر. السواق نجا بس هي غرقت، ولحد النهارده محدش يعرف اذا كانت حادثه فعلا ولا كانت مؤامره مدبره. اقرب الناس ليها قالوا انها كانت ناويه تفضح معلومات خطيره، وناس تانية قالوا انها كانت داخله علاقه حب جديده وغامضه والسر مات معاها. أسمهان ما خدتش اي جوائز رسميه وقت حياتها، بس اتكرمت بعد وفاتها باكتر من طريقه. دار الاوبرا المصريه خصصت لها حفلات لاحياء ذكرها. تم انتاج مسلسل عن حياتها سنه 2008 بطوله سلافة واخراجي. صوتها اتحفظ في الاذاعه المصريه كواحد من كنوز الطرب الاصيل. أسمهان كانت عايشه حياه راقيه، لكن رغم ده ما كانتش غنيه بمعنى الكلمه. الفلوس كانت بتيجي وتروح، وكانت بتحب الحياة واللبس الأنيق والسفر كمان، لكن وفاتها المفاجأة خلت الكل يتكلم عن وصيتها اللي محدش شافها. دي حكاية أسمهان الأميرة اللي غنت وكأنها جاية من عالم تاني، واللي اختفت في لحظة والناس لسه مش ناسية صوتها. ايه أكتر أغنية بتحبها ليها؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نكمل مع بعض باقي أساطير الفن.